صور ومشاهد تقشعر لها الأبدان توثق لهمجية نظام البوليس المخزني المتجرد من كل مبادئ الإنسانية. أي حق يحفظ الكرامة جاء يطالب به هذا المواطن الكفيف ليداس بالأقدام هو وكرامته المنشودة. لم تشفع له عاهته لدى بوليس، وسيلته في التعامل الهلوات والدفع والرصد. احتجاجات هنا وهناك اتسعت دائرتها من أجل انتزاع المطالب والحريات، ليقف المغربيون الاثنين المقبل وقفة رجل واحد ضد نظام المخزن في احتجاجات عارمة عبر سائر المدن المغربية. في حين قرر الأساتذة المتعاقدون تمديد إضرابهم الوطني ل3 أيام إضافية بسبب إصرار حكومة المخزن على تجاهل مطالبهم الأساسية وانتهاجها سياسة القمع والتعنيف. وسط هذا الوضع المنزلق تحذيرات من انفجار الأوضاع وانجرارها نحو ما لا يحمد عقباها، في وقت ينشغل فيه المخزن بتنفيذ مخططات تطبيعية دنيئة خدمة لأسياده بدلا من خدمة رعيته. مخططات يسهر على تنفيذها البوليس المخزني لم يسلم منها حتى المهاجرون الأفارقة الذين تم القبض عليهم على الحدود المغربية الإسبانية في انتظار ترحيلهم إلى المناطق الجبلية حيث يواجهون خطر الموت، ليضرب بذلك المخزن بكل الاتفاقات الدولية عرض الحائط.